مرة تانية على الهواء مباشرة والشاعرة زينب أبو النجا، الشاعرة الثائرة زينب أبو النجا. هرجع تاني، يمكن كنا بنتكلم على نقطة فكرة الاختلاف أو ثقافة الاختلاف، يعني مسألة إن مش فقط إلقاء التهم، لكن فكرة إني ممكن أختلف حتى لو السلطة، الاختلاف مع السلطة. يعني مسألة إن أنا في البعض مثلا شايف إن أو بيطالب مثلا بسرعة تسليم السلطة، البعض الآخر لا. اختلاف هؤلاء وهؤلاء مش معناها انه احنا يعني في دعوه لاسقاط الدوله. يعني المساله دي شايفه ان ازاي حاله الارتباك اللي موجوده في المجتمع المصري بتحول دون ان يكون هناك دوله حقيقيه بسبب الارتباك او ما عدم هي وجود ثقافه اختلاف. حركة الارتباك ديت بتعمل إرباك للقائمين على على تسيير الأعمال يعني. وكمان يعني احنا بالتأكيد مش هنكره بعض، ولكن يعني هم شايفين في ناس في فصيل من من الثوار شايفين انه المجلس لازم يعمل مجلس رئاسي ويسلم السلطه لرئيس جديد. طب هل انت ضمنت الرئيس الجديد ده انه هيمشي لا طب. هيعمل بالعدل، ولا هنخش في متاهه تانية جديده؟ ما دام هم خلاص اكدوا مرارا وتكرارا بانهم هيسلموا تسليم السلطه. تسليم السلطه لدوله مدنيه في اخر يونيو اقصاه، يبقى لازم نبقى عاقلين بقى، يعني خلاص نسلم تسليم عشان نحترم الموقف. خوفا على بلدنا. وانا عندي قصيده بس ناسياها، بقول لهم ارجوك لا تختلف، كلنا مصر، مسلم مسيحي. مش فاكراها لان كانت ايام ما كانوا هنرجع لها تاني، بس لا انا مش عايز اسالك يعني فاكراها. بقول يعني لك عملت في الموضوع ده في يعني نفس حاجه الفكرة. صغيره برضو كده. هل تعتقد الأحداث اللي مرينا بيها خلال العام المنصرم من أول يعني يعني فك اعتصام بتاع يوليو، الأحداث ماسبيرو، محمد محمود ومجلس الوزراء وأخيرا الداخلية، كل دي كانت شوائب داخل أو في شرخ داخل المجتمع المصري بيحول دون إحساسه بأن في يقين حقيقي أن الثورة قامت وأنها تحقق مطالب. بجانب هذه الأحداث أيضا فكرة أن المحاكمات مش قادرة تاخد المسار اللي ممكن يرضي أو يشفي غليل أم شهيد أو لا يعني أهل طبعا شهداء طبعا فقدوا ذويهم ومش طبعا حاسين أن في يعني تفعيل القوانين بشكل طبعا يرضي أو يعني طبعا يرضيهم. كل طبعا. ده تأثيره إيه شايفاه على المشهد في مصر؟ يعني هو الحقيقة أنا النهاردة يعني يعني بخاطب ضمير هؤلاء الذين يدافعون عن هذا النظام، سواء فريد الديب أو عصام البطاوي أو واحد اسمه أحمد الجنزوري، واحتمال يكون قريب الجنزوري. أنا شايفة أن اختيار الجنزوري لرئاسة الوزراء كان اختيار خاطئ ليه؟ جدا من مجلس عسكري، لأنه عين أعيان النظام السابق، ولانه كان عليه مآخذ كتيره جدا ايام ما كان ماسك. يعني مش عشان انا اختلف معاكي يبقى انا صح وانتي غلط. اه. يعني ممكن احنا اتنين نبقى غلط ومختلفين على اسمه. يعني مش لكن كان عليه مآخذ كتيره جدا، وهو كان موجود طول الفتره دي وشايف الفساد والقصقصه وبيع المؤسسات واخذ فلوس المؤسسات دي اتحطت في جيوبه بدليل القصور والثريات والمليارات اللي اتحطت في جيوبهم. واحنا حتى الطبقه المتوسطه عايشين بالعافيه، فما بالك الطبقه الفقيره جدا. حرام. يعني كان قهر وظلم غير عادي. فاختيار طبعا دكتور مع احترامي له جمال الجنزوري كان اختيار خاطئ، لانه خطأ. هو تابع للنظام السابق. هل حكم مع فكرة رئيس التوافقي لا المطروحة؟ طبعا. يعني ايه توافقي؟ يعني ايه؟ طب احنا مش بنسعى الى تفعيل الديمقراطيه؟ يعني ايه توافقي مع مين؟ توافقي مع مين ولصالح مين؟ توافقي دي معناها انه في مصلحه وفي مواسمه ومساومات ومؤامرات، وناس هتتنازل وناس هتاخد وناس هتكسب وناس هتاخد فلوس وناس هتقبض. يعني توافقي يعني احنا مش بنقول ان احنا هنعمل انتخابات نزيهه زي انتخابات مجلس الشعب. يبقى ايه توافقي دي؟ توافقي مع مين؟ مع اسرائيل مثلا؟ طب وكمان نازلين السيد عمر سليمان تاني، والسيد الفريق شفيق الفريق شفيق أحمد شفيق احمد شفيق وسيد عمرو موسى وغيرهم أيضا كثيرون. وعمرو موسى وغيرهم كثيرين. لكن انا مش عارفه يعني هم ما شبهوش. يا حرام، قربنا يعني كل نموت. واحد من حقه ينزل، بس انا الشعب كتبت المصري لهم على برضه من النت حقه امبارح يا ينتخب. جماعه حرام، احنا قربنا نموت، سيبونا نرتاح شويه. مش كده برضه؟ أكيد. يعني انتوا كنتوا في السلطه بقالكم 30 سنه، ادوا فرصه لحد تاني. ما ينفعش. معلش احنا نعتبر ان احنا دولة فيها ديمقراطية او بنحاول نرسي ديمقراطية، فالحق مكفول، لكن ايضا عموما حق الشعب المواطن المصري المصري ناصح في جدا. يعني اختيار مرشحه، ايضا من المفترض ان هو يكون مكفول. يعني اتمنى ذلك. نعم. عايزه انهي هذا اللقاء بقصيدة للشاعرة الثائرة زينب ابو النجا. طيب اقول لك من بقى. اختيارك بقى حاجة
وتكون يعني طبعا خير ختام لهذا حاجة اللقاء. من اللي أنا كنت كاتباها من الميدان. لا مش في الميدان الحقيقة، الميدان نسيت اللي أنا قلته كتير في الميدان. بس دي كانت مكتوبة من أيام من سنة 2000. بقول يا بلد ما بتختشيش. فاكرة أنت نجيب ساويرس؟ قصدي استغفر الله العظيم، نجيب ساويرس، نجيب سرور الشاعر نجيب سرور. ده كان في آخر أيامه في عصر السادات كان بيشحت على قهوة ريش 2 جنيه من أصدقائه. فلمجرد برضو انه كان معارض فاتبهدل يعني. ده كان رمز. كان القصه دي رمز للي حاصل. لا كان حاصل. ما انا بقول رمز للي حاصل. بدأت بقى الحكايه. فبقول يا بلد ما بتختشيش، العدل فيكي هدد والندل فيكي يعيش، والعبقري مبتعد ونجيب شحت على ريش. ليه يا بلد؟ يا بلد مفتونه بالجواسيس، كسرت ليه الولد ونصفتي كل خسيس، والقرش لما اتعبد شوفك بقى تحسيس. ليه يا بلد؟ يا بلد متقلقة من نبي ومورمة جنبيه، وحبلتي من أجنبي وموردة خديه، وحياة كرامة أبي لاكتب على كفيه، ولحد ما تنضفي لهجو لحد اليه. يا بلد. يا بلد متجنزرة بالقوي ونسيتي أقوى قوي، لما الدراع يتلوي رغم العصب والإيد هيزلزلك محتوي أمر العبيد والسيد. اللي في عمره ما فرق بين سيدك وعبيد، هيعلمك تنصفي سيد العبيد والسيد. يا بلد. لما الأصيل ينطفي من العيد لحد العيد، يفضل شريد منطوي في الغدر والتهديد، والصدق لو يختفي يبقى الكلام تسجيد. تلقى العويل محتفي على قهره بالتحديد، دورته ليه الوفي في سقية التسهيد. لما الزمان انكفى ظلم العبيد في عبيد، ظلم العبيد في عبيد. ليه يا بلد؟ ظلم العبيد في عبيد. ليه يا بلد؟ يا بلد دخلت كلب العدا ينهش في لحم ولادك، وعملت كبش الفدا نجلك مع أحفادك، هرسوه ببنجو وبلا دايسين على وجدانك. نعسانة ليه يا بلد؟ بيخلعوا جدرانك. يا بلد؟ يا بلد زهرك بقى خسران والحب بالنية، وبدل ما تغوي حمام غويت جنية، هتلجمك بالجام وتهد بالنية، وتعيشك في حرام من أجلها هي. لأجل الوطن لا ينام عايز الملاغية، فضي بقى الأوهام قوم اسمعي ليا. يا بلد على فين واخدانا أزمانك، بالشعوذة والبين بيحاربوا أبدانك، بيحردوا عالدين ويكسروا عيدانك، ويفرقوا أخين على قصد أحزانك. على قد شوف العين ما تفتحي ودانك، ولا على سطرين يا بيع أحبابك، هتبيعي فرسانك وتبيعي فستانك وتبيعي إنسانك. الله. ليه يا بلد؟ الله. بشكر الشاعرة الثائرة زينب أبو النجا، ويمكن علشان اللي كتبتيه ده كان من ضمن الأسباب اللي خرجنا ونقول فيها عيش حرية عدالة اجتماعية. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر الشاعرة زينب أبو النجا. بعد الفاصل نلتقي مع الزميل أحمد عبد العزيز. أشكرك. روحي فداكي واسمي شهيدك، دمي بيجري في دمي وريدك، صوت الحر يا مصر نشيدك، أنا أنفاسك أنا تنهيدك، أنا نبضك نبض الجماهير، صوتك في ميدان التحرير، أمل الثورة والتغيير، هرمك نيلك حلمي وليدك، أنا بنزف عزة وحرية، أنا صوت الأمة العربية، أنا ابنك يما يا بهية، طفل اتربى في يوم على إيدك، أنا بنزف عزة وحرية، أنا صوت الأمة العربية، أنا ابنك يما
الميدان، شايف صورتي على الجدران، على مكتوبي وصوتي نشيدك. أنا صوتك وضمير الشعب، علشانك حتحدى الصعب، في السلم معاكي وفي الحرب أنا